أهم وأشرس معركة في حياتك هي إنك تحقق ذاتك وتوصل للي نفسك فيه في عالم بيعمل كل الممكن وبيحاول يعمل كل المستحيل علشان يخليك نسخة من الباقيين. فمجرد محاولاتك في الحياة دي وانت عارف إنها صعبة في حد ذاتها انتصار، لكن الانتصار ده عمره ما هيكمل غير لما نكتشف الحياة ونعرف إنها هدية نتعلم منها وفيها علشان نقدر نوصل لربنا سبحانه وتعالى. الحياة هدية من ربنا سبحانه وتعالى، أول هدف منها إننا نعيشها، لأنك لو ما عشتهاش مش هتقدر تستكشف حاجة. وعلشان نقدر نعيشها كهدية فلازم يبقى فيه امتنان، لازم يبقى فيه شكر، بمعنى إنك قبل ما تشتكي تشكر على النعمة، قبل ما تبص للنقص تبص على العطاء. تاني حاجة إننا نعيش الحاضر، نعيش النهاردة. النهاردة هو الوسيلة لبكرة، فما ينفعش تهمل النهاردة ومتوقع إن بكرة هيكون كويس. بالظبط زي ما ينفعش تهمل قدر الدنيا وفاكر إن الآخرة هتبقى كويسة، لأن الدنيا هي الوسيلة للآخرة، فلازم نقدرها ونعمل فيها ونشتغل ونستكشف علشان نقدر بإذن الله نضمن مكان كويس في اللي جاي. لازم كمان نعيش الحياة كتجربة مش كتملك. في التجربة انت بتعمل الحاجة علشان تتعلم منها، لازم تجرب علشان تعرف وتتعلم. فبالمنظور ده حتى مع الخسارة مش هتبقى زعلان، لأنك كنت عامل الحاجة علشان تتعلم منها وتبقى أحسن في اللي جاي. لكن لو الهدف التملك فالهدف معناه المكسب، انك لازم تكسب علشان تحس ان انت عملت حاجة، وده مفهوم خاطئ جدا. الحياة دي عمرها ما كانت مسابقة مين اللي يوصل الأول، لكنها طول الوقت رحلة. وانت لما بتكون طالع الرحلة ليه؟ طالع رحلة علشان تستمتع وتستكشف. تستمتع فروحك تهدى ويكون عندك سلام نفسي وتشوف أبعد. تستكشف علشان تتدبر فتعرف ربنا سبحانه وتعالى أكتر. فأرجوك ما تنساش تستمتع وتستكشف. خليك دايما فاكر إن الحياة دي هدية، الهدف إننا نعيشها، فما تصعبهاش على نفسك. سلام.